عليكم. أنا كنت بعاني من الأول هنتعرف بحضرتك والوظيفة. طيب، أنا اسمي علي أمين، فبشتغل بابر اليوم. أنا كنت تعرفت على دكتور سعد من خلال وجوده محاضرة في مسجد عندنا في الشيخ زايد. عرضت الحالة بتاعتي إن أنا كنت بعاني من مشاكل في فقرة الرقبة، ودي ما كنتش أعرف إنها غير على ظهري، وكان في تنميل في إيدي اليمين وتنميل في إيدي الشمال، فما كنتش أستطيع أنام على جنب اليمين أو الشمال. من خلال جلستين بالظبط يعني بدأت أتحرك بقى أنام على جنب اليمين وجنب الشمال، وبدأ التنميل يقل نسبيا عن الأول يعني. يعني بحس بعد ما بعمل الجلسة بحس إن أنا عايز أتحرك كتير، أجري، تبقى ناشط جامد يعني. ما شاء الله، ريفريش. الحمد لله يعني، وده بفضل الله سبحانه وتعالى يعني، ثم الدكتور سعد يعني ربنا كان في ايده الشفاء. الله يكرمك. هل تحب تنصح الناس انها تعمل الجلسات دي؟ هي مش هتضر اكتر ما هتنفع يعني، بمعنى النهارده انا بعمل علاج طبيعي، هو طب فرعوني او طب فرعوني على حسب المسمى بتاعه يعني، ومن خلاله انا طالما شعرت بتحسن، ودي ما فيش اضرار طبعا نتيجه الادويه او الاقراص الكيماويات والحاجات دي اللي بتتعب المعده والحاجات دي، لان كنت باخد برشام العظم ده كنتش استحمله في معدتي خالص، وكنت برفضه ان انا اخده اساسا، كنت باخد بعض المسكنات وبكتفي بذلك يعني. نعم. فالحمد لله رب العالمين يعني، وادينا بنتابع مع دكتور سعد ان شاء الله لحد لما اخلص الجلسات ان شاء الله وبامر الله. هل كتب لك ادويه كيميائيه ولا حاجه؟ لا يعني انا كتبت لك او قلت لك لا ما خدتش اي ادويه ولا اي علاج. طب الحمد لله، هو بس الجلسات اللي بتتعمل الجلسات كتب بس. الفرعوني. ايوه بس كده، الحمد لله. شكرا استاذ علي، شكرا.